يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حاعمل معاكم بانكيك بحشوة شوكولاتة دبي. فكل اللي ححتاجه ملعقة كبيرة زبدة، ححط عليها كوب كنافة قصقصتها وحقلبهم على النار لما تشكر وتصير بدال لون كده، تطلع ريحتها وحطيتها في صحن بس علشان تبرد معاي. وبعدين حأضيف عليها صوص الفستق، يعني إذا عندكم صوص فستق ولا زبدة الفستق، الشيء المتوفر عندكم. هو أهم شيء ريحة الفستق في الموضوع. المهم صبيت شوية وحقلب، ما في كمية محددة، ححط شوية وأقلب، أحط شوية وأقلب لين ما أوصل للون والقوام اللي أنا أبغاه. خلاص كده شوفوا كيف صار القوام اللي أنا أبغاه. حأقلبه في صحن علشان يسهل علي بعدين أحشي فيه له البانكيك. اللي مو مشترك في قناتي بليز انزلوا اشتركوا في قناتي، ترى صرت 8000. انزلوا اكتبوا لي مبروك واشتركوا للي ما هو مشترك. المهم خلاص دحين حاسوي الخليط البانكيك. ححتاج بيضة وححط عليها ملعقة كبيرة فانيلا، حقلبهم في البداية سوا. وبعدين حأضيف ملعقة كبيرة زبدة برضو بدرجة حرارة الغرفة. ما ادري ايش لصقت على جنب. المهم وححط نص كوب سكر وثلاثة ارباع كوب حليب سائل، وحقلبهم برضو بس كده اديكها شوية تقليبة. بس كده يخشوا في بعض. وبعدين ححط كوب دقيق وملعقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وبرضه حقلبهم. أول ما تقلبوهم تحسوا تبدأ الدنيا تتكتل عندكم، بس استمر في التقليب شويتين حتلاقوا الدنيا كده صارت سموثي وناعمة زي كده. المهم المكونات كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة للبانكيك عشان يفضل معاكم مدة أطول وما ينشف بسرعة. المهم في آلة البانكيك حأبدأ أصب البانكيك. إذا إنكم ما عندكم آلة البانكيك عادي في مقلاية على نار واطية ابدأوا سووا البانكيكات. وبعدين أجيب الحشوة اللي عندي الكنافة بالفستق، وحاحط ملعقة صغيرة جوا في نص كل بانكيكة. شايفين كيف؟ يمديكم تستبدلوا هذه الحشوة بنوتيلا، أو ممكن ما تسووا أصلا حشوة في البانكيكة بحد ذاتها مرة لذيذة. وبعدين حغطيها بمقدار بسيط من خليط البانكيك كده، يعني يا دوبك يغطي نصها. وبعدين حأقلبها. لا تخلوها تجلس مدة طويلة على هذا على على ظهرها علشان لا تغمق زي ما أنا غمقت معايا. واللي يدور على خليط بانكيك ممتاز، ترى هذا خليط بانكيك رهيب ولذيذ مرة، فلا تفوتوه يعني إذا أنكم محتاجين. أيوة شايفين كيف ظهرها كيف لونها مرتب. هذا هو اللون اللي أنا أبغاه. المهم حطيتها فراك عشان تبرد معايا. وخليني أوريكم شكلها من جوا. ملغمة. والله طلعت رهيبة وريحتها تجنن، أصلا الفكرة بحد ذاتها رهيبة. وبس دحين جاء وقت التقديم. صبيت عليها صوص الفستق وحطيت عليها فواكه، اللوز مبشور. المهم طلعت مرة لذيذة، وأحب أقول لكم الكمية بالعافية بالعافية كلها خلصت في نفس اليوم. يعني حي الله هذه اللقمتين اللي أنا أكلتها بس وبعدين خلاص خلصت علي. طلعت مرة لذيذة. اعتمدوها. وبس هذا هو الفيديو حقي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.